والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن شاء الله ابتداء من هذه الليلة وفي هذا الوقت نقرأ في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى في سورة يوسف. وكما سيأتي معنا هذه السورة اشتملت على قصة تامة كاملة طيبة، فهي من أحسن القصص وفيها من الفوائد والعبر الكثيرة. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام. يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يوسف نبي، وأبوه نبي يعقوب، وجده نبي وهو إسحاق، وجد أبيه نبي وخليل وهو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال: وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال: يخبر تعالى أن آيات القرآن هي آيات الكتاب المبين، أي البين الواضحة ألفاظه ومعانيه، ولم يذكر الكلام على ألف لام را لأنه ذكره في سورة البقرة على الحروف المقطعة ألف لام را، وهذه أتى الله عز وجل بها في القرآن لتعجيز الكفار والمشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال: ومن بيانه وإيضاحه أي القرآن أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. وكل هذا الإيضاح والتبيين لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه. فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه ولعلكم تعقلون، أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. أي من بيان هذا القرآن الله عز وجل قال: تلك آيات الكتاب المبين، أي بين واضح. فمن بيان هذا الكتاب ووضوحه أن الله عز وجل أنزله باللسان العربي بلغة العرب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهو يشمل كل ما يحتاجه. ومن بيانه أيضا بيان القرآن أنه يشمل وبين كل ما يحتاجه الناس في أمور دنياهم وأمور دينهم، وأمور دنياهم، أمور آخرتهم وأمور الدنيا. فالقرآن شامل. جاء رجل إلى أحد العلماء فقال: أنتم تقولون
أن القرآن بين كل شيء حتى أمور الدنيا، حتى أمور الدنيا. قال نعم. قال أين ذكر الله عز وجل أن دواء كذا كذا من المرض، أن دواء مرض هذا المرض، أن هذا المرض دواءه كذا؟ قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في القرآن فاسألوا أهل الذكر ليس معنى فقط العالم بالقرآن، لا، فاسألوا أهل العلم، كل علم، كل أناس يختصون بالعلم، فاسألوا أهل الذكر. الآن عندما يمرض أحدنا أين نذهب؟ نسأل من؟ نسأل العلماء، نذهب نسأل الذي يفتي، الذي يدرس، الذي يخطب؟ لا، نسأل من؟ الطبيب، هو العالم بهذا الفن. عندما تتعطل السيارة، سيارة موتور، عندما يتعطل السيارة أين نذهب بها؟ أرشدنا القرآن بهذا. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر، أهل العلم في هذا الفن، في فن إصلاح السيارات، في فن بناء العمارات، نسألهم. إذن فالقرآن شامل وبين لجميع أمور الدنيا والدين. هذا من إيضاحه. فهو بين أي القرآن لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة، وهذا لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا حدوده وأصول الدين وفروعه والأوامر والنواهي، فتعملوا بالأوامر وتجتنبوا النواهي. وقال الله عز وجل لعلكم تعقلون، قال أي تزداد عقولكم، قال الإمام الشافعي أي تزداد عقولكم. نعم، فبمعرفة القرآن وبمعرفة معانيه وما فيه من الدلائل تتنور العقول وتزداد العقول وينتقل ذلك الذي تعلم القرآن وفهم معانيه. العبرة بفهم المعاني، العبرة في القرآن بفهم معانيه. قد يحفظه البعض لكن لا يفهم معناه، لكن العبرة الأهم هو فهم المعاني لكي يتدبر. وأنزلنا إليك القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يتدبروا آياته معانيه. قال فتنتقلون من حال إلى حال أعلى. عندما يفهم القرآن كان جاهل صار عالم، كان عاصي يصير طائع، كان مقصر يصير ليس بمقصر، مسابق في الخيرات. قال نحن نقص عليك أحسن القصص. قال وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها، أي سهلة، ورونق معانيها، أي جميلة المعاني. قال بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء. نعم، فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن على سائر الأنبياء، فأفضل كتاب أنزله الله عز وجل هو القرآن على خير رسول وأفضل رسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ناسخ لجميع الكتب المتقدمة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ناسخ، يصدق الكتب التي قبله، لا يقول بأنها باطل بل يخبر بأنها حق، لكن ينسخها ومهيمنا عليه. قال وفضلناك به على سائر الأنبياء وذلك محض منة من الله وإحسان، فضل من الله عز وجل وإحسان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك، قبل أن يوحي الله إليك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ليس الغفلة المعروفة، حاشا وكلا أن يقع فيها نبينا محمد، لكن معناه من الغافلين أي ما كنت تدري
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما كنت تدري ما هو الكتاب، ما هو القرآن، وما هو الإيمان ومقومات الإيمان. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما تدري ما هذا الكتاب. ليس الغفلة التي هي معروفة، هذا خطأ لا يفهم. من قبله لمن الغافلين أي أنك كنت ما تدري ما هو الكتاب، ما هو القرآن، أنزله الله عز وجل إليك. قال ولما مدح الله ما اشتمل عليه هذا القرآن، الله عز وجل مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن بأنه فيه أحسن القصص، وبأنه كتاب بين واضح سهل العبارة، وأنه بلسان عربي أفضل يعني اللغة، أفضل لغة ويعني وأفصح لغة. قال ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق، فلا يوجد، أي ليس أفضل القصص التي في القرآن مطلق، ليس هناك في غير القرآن قصص يعني أفضل مما في القرآن، بل ولا تساوي ما في القرآن، ولا تساوي بما في القرآن. قال فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن. ذكر بعد ذلك لما بين الله عز وجل أن هذا القرآن مشتمل أحسن القصص، ماذا ذكر الله عز وجل؟ قال ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته، القصة العجيبة الحسنة. ففي هذا دلالة على أن قصة يوسف أحسن القصص، وأنها كاملة وتامة كما سيذكر العلامة السعدي. قال فقال إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يكتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيها، بسطها بينها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل، ضعيفة، إسرائيليات ضعيفة لا يعرف لها سند ولا ناقل، أي من ينقلها. قال وأغلبها كذب، أي الإسرائيليات، فهو مستدرك على الله، أي هذا الذي ينقل الإسرائيليات ليكمل غير ما جاء في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يوسف، يأتي بإسرائيليات. هذا بمعنى أنه يقول أن هذه القصة ناقصة ومتممتها هذه الإسرائيليات، وهذا شيء خطير. تتهم الله عز وجل بأنه يعني أنقص في هذه القصة، والله عز وجل قد قال نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص. قال فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا. هذا أقبح شيء، أن تتهم أن هذه القصة ناقصة والله عز وجل قد بين أنها تامة وكاملة، فهذا فيه افتراء وكذب على الله عز وجل والعياذ بالله. قال فإن تضاعيف هذه الصورة قد ملئت، أي مضاعفة هذه القصة، في يجعلوا ضعفها من الإسرائيليات. يعني هذه قصة واحدة الذي في القرآن، مثلا نقول هذه القصة، يعني نقول مثل هذه القصة يعني 20 صفحة مثلا، بالمثال هذه القصة 20 صفحة، ضاعفوا جعلوها 40 صفحة. من أين جاءوا بهذا؟ من الإسرائيليات. قال فإن تضاعيف هذه الصورة قد ملئت في كثير من التفاسير
من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير، فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه في كتابه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل. يكفي العبد أن يفهم ما قصه الله عز وجل في هذه القصة في كتابه، ويدع كل شيء إلا ما نقل وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسرائيليات فيتركها جانبا، لأن الله عز وجل قال: نحن نقص عليك، وبسطها وبينها وكملها، وما أروعها من قصة وما أحسنها من قصة، لأن الله عز وجل قال ذلك. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.